ايه هتوديني فين بقى؟ المكان اللي انت عاوزاه حبيبتي. لا انت قلت لي هوديكي في مصر ملاهي الجديدة بس مش عارفة فين. في مصر الجديدة كده واوديكي فيها، حلوة يعني ان شاء الله. بجد تتبسط بجد والعيال هتتبسط. يا شيخ. اه والله. بيت الرعب؟ مش عارف فيه ولا لا بصراحة. لا انا مش هخش يا حبيبي، انا مش مستنيه الرعب. طب يلا بينا. ولا انا يلا من خير. ادفع. شد الباب بقى. بعض من خير. استنيكوا تحت. ازيكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى نقضي الخروجة دي بقى كده مع بعض، وهنبتدي بقى رحلتنا السعيدة. طبعا بقى لقيت جوزي بقى عامل لي مفاجأة، وكان مسافر وجاي على طول من السفر، بيقول لي يلا نخرج واخرجكم وكده. ما قاليش اصلا ان احنا هنخرج، قال لما جه يعني البيت وكده، فلقيته بيقول لي تعالوا بقى نخرج الولاد وكده ونخرج احنا كمان. طبعا بقى انبسطت وانشكحت يا ولاد، لاني ما خرجنيش في العيد الصغير. ماشي خليكم شاهدين، ما خرجنيش في العيد الصغير. انا خرجت في العيد الصغير، بس خرجت مع اختي وجوز اختي، رحنا يوم كده اسكندرية ورجعنا تاني. الفيديوهات اللي انا نزلتها لكم دي، رحنا يوم اسكندرية ورجعنا تاني، فبس ما خرجتش مع جوزي وكده. فقلت عادي بقى عشان كان ظروف شغل وكده. ودي بقى الجزمة بتاعت سلفتي، ملكوش دعوة بيها يا ولاد. فالمهم بقى ايه، كان ظروف شغله ان هو ما نخرجش وكده، وخرجنا في العيد الكبير. قلت له اخيرا افتكرتنا، ده انت بقالك كتير نسينا يا راجل. اخيرا. فالمهم بصراحة وخرجنا، والعيال بقى كانوا مبسوطين قوي. انس كان مبسوط وصفصف كانت مبسوطة، وهم اهم حاجة ان هم يتبسطوا وبس كده. دلوقتي بقى احنا كده خلاص خارجين من الشارع بتاعنا، وطبعا بقى ايه رايحين نركب. فأنس بصراحة هو كان مبسوط قوي قوي، يعني كان فرحان ان هو هيخرج يتفسح وكده، لاني أنس فاهم عن صفصف يعني، فهو فاهم هو رايح فين وكده. صفا يعني عارفة ان هي هتخرج وكده، بس مش عارفة هي رايحة فين يعني، انتوا فاهمين. فطبعا بقى ركبنا الباص ده كده اتوبيس سياحي، هو جوزي شغال عليه، فكان جايبه معاه عشان خاطر كان هيروح يجرشه، فقال لي ياخدنا معاه بالمره وهيجرشه قريب من المكان اللي احنا رايحينه. بقول يا رب يسترها عليه ويسترها على السواقين جميعا، وربنا يكفيهم شر طريقهم يا رب. وبس كده والله يا جماعه، يعني ايه، عايزاكم كده تصلوا على النبي وتدعوا له دعوه حلوه من قلبكم، عشان خاطر هو طبعا الشغل عامة، يعني شغلة السواقة دي صعبة، وبتبقى خطر عامة يعني، فربنا يسترها عليهم دايما كل السواقين اللي في الدنيا. ربنا يسترها عليهم ويكفيهم شر طريقهم، اللهم امين. بس فهو كان جاي بقى الاتوبيس، سايبوه بره عشان خاطر ياخدنا، وهيروح يجرشه الاول، وبعد كده هنروح المكان اللي احنا رايحينه. احنا رايحين فين بقى؟ رايحين مصر الجديدة. بس كده. وصفا بقى كانت مبسوطة وعمالة بتسقف من شكحة زي امها كده. بصوا عمالة تبص كده وعمالة، اهم حاجة ان ايه يعني ايه، البنت فاهمة انا بعمل ايه يا ولاد، فاهمة ان انا بصور. الله اكبر عليها يعني. يا خلاص يا ناس، انتوا عارفين انا بسجل الفيديو دلوقتي وهي نايمة اصلا، فانا نفسي اقوم ابوسها وارجع تاني، والله العظيم عايزة اروح ابوسها وارجع تاني. دي قلبي دي.
ربنا يحميها ويحفظها يا رب، ويهدهم لي يا رب، يهدهم، اهم حاجه يهدهم لي، ويحفظ اولادكم جميعا. بصوا بتعمل زيي بالظبط، اللي هو ايه، انا هعمل زيك، هي بتقلدني في كل حاجه، وكل حاجه انا بعملها عايزه تعمل زيها بالظبط. فدي بصوا يعني حبيبتي قلبي دي والله، بس شقية أوي، مش قادرة اقول لكم يعني شقية جدا 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 جدا. بس هرجع واقول يعني يا رب يحفظهم يا رب ويهدهم لي، اللهم امين. بس فقلت بقى كده ايه، اصور لكم الطريق. يعني كان الطريق يعني ما كانش فيه زحمة قوي يعني، برغم ان احنا كنا في عيد يعني، بس مش عارفة في ايه، الدنيا زحمة. بس بقى اللي يعني بعد ما رحت المكان اللي انا روحته، آه يعني اللي انا اكتشفته اني الدنيا مش زحمه ولا حاجه، ده كان زحمه موت يعني. ده انا في حاجات معرفتش اصورها كتير من كتر الزحمه، بس يعني عادي، اهم حاجه الواحد يخرج ويغير جو، لاني على فكره الخروج دوت بيغير يعني من النفسيه شويه. والله بجد يعني بيغير من المود، يعني بيخرجك من المود اللي انت بتبقي فيه. طبعا الواحد بيبقى قاعد في الشقه زهقان وقرفان وفي ملل وكده، فطبعا لما بيخرج الكلام ده بيضيع، يعني زي ما انتم شايفين كده كله ضاع. كنت قاعده في الشقه كئيبه زهقانه، الحياه ممله والله. اول لما خرجت كل ده رميته ورا ظهري. طبعا بقى كان جوزي مشغل اغاني، فانا بصراحه بحب كده ايه، افرفش على نفسي، احب اسمع الاغاني موت يعني، افرفش على نفسي كده. طبعا بقى الفنان انس قال لي لما عرف بقى ان انا بحب الاغاني وبحب اسمع الاغاني، قال لي بابا سكت يا بابا بقى التسجيل دوت، وانا هغني لماما اغنيه. فجي يغني له اغنيه ما عجبتنيش بصراحه، فقلت له استنى بقى اما اسمعك انا الاغنيه اللي هغنيها لك. اول لما غنيت له الاغنيه قام الواد سايبني وماشي. يرضيكم؟ الواد ما عجبوش الاغنيه اللي انا غنيتها، او يمكن ما عجبوش صوتي. المهم البت صفصف بقى حبيبتي، اول لما غنيت لها الاغنيه لقيتها واقفه كده ومنسجمه وعايزه تاكل المايك. يا بنتي استنى ما اكمل الاغنيه. قالت لي لا يا ماما سيبي بس المايك وانا اغني لك احلى اغنيه. فالبت وقفت قعدت تغني لي اغنيه انا ما فهمتهاش بصراحه، مش عارفه دي اغنيه اجنبي ولا هنديه ولا تركيه، انا مش عارفه. هي قعدت تغني بس انا ما فهمتش، قعدت تقول كلام كده ما يتفهمش والله يا ولاد. انا مبقتش عارفه والله الاغنيه اللي بتغنيها هي ايه، قعدت اسمع وانا ساكته. بصوا لحد ما بصوا انا همدت كده وحسيت ان انا عايزه انام والله. قلت لها غني انتي مع نفسك وانا هنام على الاغنيه انتي بتغنيها. وبعد كده وصلنا بقى للمكان اللي احنا وصلنا له. وبصراحه بقى يعني المكان يعني عادي خالص، هو في مصر الجديده يا جماعه. المكان انا حاسه ان هو عادي يعني، بس اللعب فيه مبالغ فيها قوي يعني. لعبه العربيات دي ب35 جنيه ماشي، يعني الصورة هناك ب35 جنيه. لقيت الاسعار مبالغ فيها قوي. ولو ان المكان عادي يعني مش مكان هو في مصر الجديدة، بس مش يعني مش حلو هو المكان يعني، كالمنطقة نفسها حلوة، بس هو المكان بتاع اللعب مش حلو قوي، او مش هو حلو بس مش اللي هو هاي يعني، مش مكان هاي، مكان عادي، مكان شعبي يعني عامة يعني، زي اي حتة شعبية. انتوا فاهمين؟ ملاهي عادي، مراجيح زحاليق، الحاجات دي مش عارفة. وبعد كده انا مش قصدي ان هو وحش يعني بمعنى ان هو وحش، لا هو حلو بس ما يستاهلش اني ندفع على اللعبة الواحدة 35 جنيه. حاساها مبالغ فيها قوي يعني. الزحليقة اللي قدامكم دي دافعين فيها 10 جنيه الزحلقة الواحدة، يعني هو ابني يطلع يزحلق زحليقة واحدة بس مرة واحدة ب5 جنيه، يعني يطلع على السلم وينزل كده بس مرة واحدة ب5 جنيه، يطلع تاني ينزل زحليقة تاني ادي 5 جنيه. يعني ايه؟ شفتوا انتوا ايه؟ مش عارفة بيقولوها ايه بس ما علينا. يا رب تكونوا فاهميني. هي في حاجه في دماغي ضربت في دماغي بس كنت عايزه افهمها لكم، بس انا عارفه ان انتوا مش تفهموها.
فمش هقولها. بصوا بقى ابني اتزحلق كده زحلقه مش هيرجع تاني، لا هي كده دي ب5 جنيه، فاحنا خليناه يطلع مرة كمان عشان زحلقة مرة واحدة كده حرام يعني، خليناه يطلع يتزحلق كمان مرة كده ب10 جنيه. فانتوا رأيكم ايه؟ انا عندي حق ولا ده عادي؟ بس انا بخرج ولادي في حتت تانية في مناطق تانية بتبقى احسن من كده وافضل من كده. ما بدفعش المبالغ دي في اللعب، وبتبقى لعب يعني لطيفة كده بردك وحلوة في مكان حلو، وبتبقى مقفولة على العيل كده وامان عن كده كمان. ده كانت موت، وكنت خايفة قوي قوي على العيال. لبست ما لقومش جنبي، وبقيت واقفة متوترة، وزي ما شايفين كده زحمة قوي. وبعدين انا مش مصورة كتير يعني عشان محدش يقول بقى انت مصورنا ليه والكلام ده، فما صورتش قوي يعني، اللي هو ايه تصوير خفيف خفيف يعني من سكتي مكتي، محدش ياخد باله. فالمهم بقى ايه، ابني بقى بيحب لعبة القطر دي، فركبت بقى اخته جنبه. والله العظيم اخته ما كانش بتحب الحاجات دي خالص خالص، كنت باجي اركبها وهي صغيره كانت بتقعد تعيط. فالحمد لله الحمد لله ربنا هديها. بس بقى ايه، لما ركبت اللعبه دي اول لما لفت لفه كده كانت ساكته، وبعد كده عيطت بقى. شايفين بقى اللعبه اللي عماله بتلف فوق دماغي دي؟ اقسم بالله كنت واقفه خايفه، انا خايفه لحاجه تترزع فوق دماغي ما اقومش منها تاني. والله بقيت واقفه خايفه، بتاع عماله تطير يعني فوق دماغي، والناس عماله بتصوت، وعماله اقول هي بتصوت على ايه؟ طب انتوا ايه اللي زنقكم على كده؟ تركبوها ليه؟ انتوا بتصوتوا خايفين، انتوا بتركبوها اللي بتدفعوا فلوس عشان تتخضوا وتصوتوا، بتدفعوا فلوس عشان تقعدوا تصوتوا وتوتروا الواحد جنبكم. حرام عليكم حرام عليكم والله. اللعبه دي انا عمري ما اركبها، وعمري ما تخيلت اني دماغي تجيبني ان انا اركبها بصراحه يعني. لعبه خطيره وما بحبش اللعبه الخطيره، انا بخاف على نفسي يا جماعه. فالمهم نسيت اوريكم الرسمه اللي رسمتها. رسمت رسمه على ايديا بس اوريها لكم في اخر الفيديو. رسمه حلوه بصراحه، انا اول مره في حياتي اخلي حد يرسم لي حنه. انا اللي على طول برسم لنفسي، بس قلت ما يجراش حاجه يا بنتي يا نوره، دلعي نفسك دلعي نفسك وبسيتي نفسك ادام ما ركبتيش حاجه وكنتش خايفه من الحاجات اللي عماله بتطير حواليك دي، فدلعي نفسك بنفسك. فقمت خليت بقى ايه، كان في اللي هم الحنانين دول كانوا قاعدين، فخليتهم رسموا لي حنه. والله بقيت مبسوطه يا ولاد، احساس ان حد يعمل لي حاجه دي بتبقى حلوه قوي والله. فالمهم خلاص بقى كنا خلصنا وولادي اتبسطوا، وخرجنا بقى كده ووقفنا عشان نركب، ولقينا بتاع الايس كريم واقف بره، فجبنا ايس كريم، وبنتي عماله تلحس في الايس كريم وتنقط على الفستان، بقعت الفستان قعدت اغسل فيه ساعه عشان ينضف. فالمهم بس الايس كريم بصراحه كان جامد. المهم بقى ايه، دي بقى الصور اللي احنا خدناها جوه. شفت القمر ده، البدويه العسل دي صورناها بالعافيه عشان تتصور، ما كانش راضيه تتصور ابدا. بس شايفين عسل ازاي؟ ولا البدوي القمر ده العسل ده بقى ايه، كان معلم كده في نفسه، قعد يتصور على طول يعني، قعد على طول ويتصور وكانت عاجباه الصوره. الهنديه القمر دي انا قلت بردك ايه ادلع نفسي واخد لي صوره كده، وغنيت بقى اغنيه ايه، انا بنت هنديه واسمي شيكامارا. وبعد كده بقى رحنا عشان خاطر ناكل بتاع دوت اسمه ايه، كنتاكي. رحنا عشان ناكل كنتاكي، فأنس كان عايز ياكل كنتاكي، وانا كمان بحب كنتاكي جدا بعشقه يعني، فقلت له يلا نطلع بينا على كنتاكي. فرحنا بقى لقينا المحل زحمه موت 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 يعني، ومفيش مكان. فنعمل ايه وقفت اتصدمت كده زي ما انتم شايفين وساهمت. اهي الرسمه الرسمه اللي رسمتها اهي بانت اهي، والله ما كنت اعرف انها بانت في التصوير. فالمهم جبنا بقى الاكل ورحنا قلنا هناكله في البيت. فابني كان زعلان جدا جدا، وبقى يقول لي لا يا ماما انا عايز اكله في المطعم، اقول له مفيش مكان والله. فرحنا بقى غيرنا كده قعدنا براحتنا،
والله القعده في البيت حلوه على فكره، احلى من المطعم. الواحد بياخد راحته كده وبيقعد ياكل براحته، مش حد بيبص على التاني ولا الكلام ده كله، فالقعده في البيت احسن. فجبنا بقى ايه، جبنا ايه، انا بصراحه بحب الفراخ تكون حراقه، فاحنا جبنا واحد طلب يعني حراق وطلب بارد، بس اللي هو اللي من غير شطه ده ما عجبنيش، كانش ليه طعم بصراحه. اما اللي هو بيحرق ده اصلا هو مش بيحرق قوي يعني، اللي هو يشطشط البق، لا هو كان حلو، كان حرقانه حلو بصراحه، كان تحفه. فالمهم بقى ايه، ابني قال لي انا هاكل اللي هي من غير شطه، وفي الاخر خد اللي هو بشطه، يعني انتوا فاهمين، عشان محدش يمشي ورا العيال تاني. انا طالبه بشطه واللي هو الكريسبي والعادي، فابني لما روحنا قال لي لا انا هاكل اللي بيحرق، فمحدش يمشي ورا العيال يا جماعه. فادي الرسمه اللي رسمتها اهي، يعتبر بقى ان دي اهدى رسمه مع الست وكده. بس اول مره ارسم اصلا رسمه كبيره كده على ايديا، وحد يرسم لي الرسم ده كله على ايديا، يعني يعتبر والله دي اهدى حاجه. انا لما باجي ارسم لنفسي برسم حاجه سيمبل كده صغيره، ما علينا. المهم بقى ان ولادي اتبسطوا وانا كمان اتبسطت، بس بصراحه يعني قلت لجوزي ان الخروجه دي كانت للعيال بس، اما انا خروجتي انا هتبقى حاجه تانية، وفي المكان اللي انا اقوله، المكان اللي انا عاوزه، عشان الخروجه دي ما عجبتنيش وبس كده. والخروجه دي كانت للولاد وكده، واهم حاجه هما يتبسطوا، وبعد كده احنا